السلام عليكم. راهو كاين الجديد شيخ فركوس في حكم المنحه او الصرف السياحيه 750 اورو اللي تمنحها الدوله الجزائريه للمواطن الجزائري. وشيخ فركوس تكلم عليها وقال باللي جائزه وتولي حكم مضطر وحكم اضاعه المال اللي تمنحه الدوله للمواطن الجزائري. دوك مثلا حنا 750 اورو في السوق السوداء ما كاش تشريها شحال تشريها ب 20 مليون، ومع الدوله في البنكات تشريها نتايا ب 12 مليون بالك على اكثر شيء. الشيخ فركوس قال جائزه في هذه تولي انت مضطر، فهمتوا؟ ماذا بيا تبارطاجيو الفيديو هذا لانه الفيديو تاعي بارطاجيوه بزاف الناس بزاف لي باج باش تعاود تتضح لهم. وحفظ الله شيخ فركوس اكو فاهمين. حنا واش قلنا في الفيديو السابق؟ كاين بزاف ناس ما يعرفوا تقال الفهم ما يفهموش بتمتمك، فاهم؟ سما لازم تعطي له بالعربيه وتشرح له بالدارجه. قلنا الناس قساوه. سئل الشيخ هو عنده علم يقول لك ما نعرفش، سقساوه قال له انا حاليا ما عنديش علم، الظاهر عدم الجواز، ظاهر عدم الجواز. قال بصح كاين علماء جوزوها، قالوا انا عند شيخ انت حبيت تاخذ بالفتوى تاعو اللهم بارك. دوك الحمد لله خرج فتوى جديده تاع 6 صفر قالت تولي في اضاعه المال اضاعه المال المواطن. سما خمت شي تاع 20 مليون ضيعت 7 ملايين ولا دوله عطاتها له. بصح قال اللي دارها هكا هو يتحاسب يوم القيامه. هاكو فاهمين؟ ماذا بينا خاوتي ما نبنوش بلادنا بالكراهيه والتعليقات السلبيه. وربي يهدي الجميع. السلام عليكم.